السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير ان شاء الله يا ربي الحبيب. عواشركم بروكا تدخل عليكم العواشر بالصحيحة والسلامة يا ربي وباش كتمناو. اليوم بغيت نقدم لكم الطريقة ديال السفنج منزلي في الدار، تيجي غزال ما شاء الله ما تشبعوش منه. طريقة سهلة ومبسطة، اي واحد فيكم غيجربو غيصدق معاه اول مره ان شاء الله يا ربي الحبيب. بسم الله على بركه الله. نقدموا الطريقه. عندي نص كيلو تاع الفورس، معلقه صغيره ديال سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره، وشويه ديال الملحه. نخليها حتى للتالي منين نكون كنعجن عاد نضيفها. كتعجنوا الماء دافي، يكون ما بارد ما سخن، المهم الماء دافي. نتوما كتخويو الماء وانتوما كتعجنوا، وعطيوه الدلك شويه، رشيش هاد الماء وانتوما كدلكوا. من بعد ما دلكتو ضفتلو شويه ديال الملحه، شويه ديال الماء، وبقيت كنعجنو مزيان حتى دخلت هذيك الملحه فيه مزيان. حيت السفنج كيبغي يكون راخي راسو جاري شي شويه، ما يكونش قاصح، كيكون راخي راسو. شفتوا القوام ديالو. تنبداو نضربوه، كنخبطوه هكا مع القصعه حتى كيطلق راسو. من بعد كنزيد له معلقه ديال الزيت الروميه، كندخلها فيه باش ما كيشربناش الزيت ملي كنكونوا كنقليوه. غندخل فيه دابا هذا الزيت مزيان، تدخل فيه. العجينه راخيه راسها، بقوه ما دلكتها رخات راسها. صافي دابا العجينه ديالنا دخل هذاك الزيت، دخل فيها. دابا غنغطيها باش تخمر. شفتوا القوام ديالها كي جا هكا خصها تجيكم العجينه راخيه راسها. دابا نغطيها بالسلوفان وغطيوها بشي زيف ولا شي منديل، خليوها تخمر. من بعد ما تخمر غنرجع معاكم نوريكم الطريقه عاوتاني ديال التكراس. بعد ما تخمر غنرجع معاكم. دابا راه خمرات العجينه ضعف الحجم ديالها، شفتوا كي ولات. عندي شويه ديال الزيت الروميه في الزلافه، ندهن الصينيه باش ما تلصقليش العجينه فيها، وغنقرصها قريصات صغيورين نحطهم باش يرتاحوا، غير صغارين الحجم صغير. فاش نسالي رجع معكم غنقرصها كامله ونرجع معكم. بعد ما قرصتها كامله وخليتها واحد 5 دقائق كترتاح، عندي مقله صغيره فيها شويه ديال الزيت، وعندي مقله كبيره فيها الزيت بزاف ودرتهم كيسخنوا. كندير في الاولى اللي ما فيهاش زيت بزاف، كنحط فيها السفنجه حتى كتبدا كطلع ونشوف الحموريه بدات لها من التحت، عاد كنهزها ونديرها في الزيت اللي كثيره. هانتوما تابعوني حتى تشوفوا الطريقه كيفاش. من بعد ما شدات راسها صافي دابا غنهزها ونديرها في المقله اللي فيها الزيت كثيره، ونبدا نرش عليها الزيت سخون. وردوا بالكم مع الزيت لا يطير عليكم، غير بشويه بشويه حتى هذا بحالكم كتلوحوا عليها الزيت وهي كتنفخ، كتجي غزاله تبارك الله. كيجي بحال ديال الزنقه، كيجي مخير. طريقه سهله وبسيطه، اي واحد يجربها غتصدق معاه. نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه. نتمنى من الله تعجبكم الطريقه اللي وريتكم وتجربوها. يعني طريقه سهله وبسيطه، اي واحد يجرب السفنج غيصدق معاه. كنخلي السفنجه حتى كتشد راسها، صافي عاد كنهزها كما كنهزها تما، كنلوح عليه في المقله اللي كبيره فيها الزيت. صافي كنبدا نرش، غنكمل هكا حتى نسالي.
نتمنى من الله تعجبكم هاد الطريقة وتجربوها، كيجي غزالة ما شاء الله. وإلى اللقاء، خليكم مع نهاية